شغله تاني يوم عادي جدا رغم إصابته. بنلاقيه شغال في محل موبايلات صيانة سوفت وير وهاردوير، وبنلاقي إن صاحب المحل لما عرف إن الفيديو بتاع حسن لما أنقذ الولد اتشهر حب يستغله وطلب منه إنه يصور فيديو دعاية للمحل ويعلن عن البضاعة، وكان مصمم إنه يخليه يظهر إيده المصابة وهو بيتكلم، وحسن طبعا مش فاهم. وبنشوف شخص من بتوع التنمية البشرية اسمه هاني السني بيدي محاضرة لبعض الشباب وبيقنعهم إنه هيقدر يخليهم يبقوا أغنياء لو سمعوا كلامه. وأما واحد منهم بيسأله أسئلة منطقية عن محتوى محاضراته الفارغة بيتعصب عليه وبيقول له متحضرليش تاني. وبنرجع لبيت حسن بنلاقي عايش مع أخته الوحيدة بطة وجوزها اللي اسمه خالد وعيالها، وبنشوف حسن وهو لابس بدلة وبيعمل انترفيو الشغل أونلاين، وواضح إن الست اللي بتعمل معاه الانترفيو منبهرة جدا بخبرته في مجال الاي تي والتكنولوجيا. وهنا بنعرف ان حسن مش مجرد بياع في محل موبايلات، لا ده مهندس كمبيوتر وعنده خبرة جامدة في مجاله. بيلاقي اخته وعيالها بيزعقوا جامد فبيطلب منهم يهدوا شوية عشان يقدر يكمل الانترفيو. وهنا بنشوفه لابس جاكيت البدلة على بنطلون بيجامة وبيروح عشان يكمل الانترفيو. وبنشوف الست اللي بتعمل معاه الانترفيو بتقول له انها عايزة منه اسماء الشركات اللي اشتغل فيها قبل كده عشان تكمل السي في بتاعه. بنلاحظ ان حسن كان فرحان جدا اثناء المقابلة، لكن اول ما سألته السؤال ده اتغير وقفل المقابلة زي ما يكون عارف ان كده هيترفض. وبيدخل البلكونة يولع سيجارة وهو متضايق جدا، واخته بتخش له وبتسأله مالك، بيقول لها نفس المشكلة. وبنعرف انه كان شغال في شركة مع اللي اسمه هاني السني، وان هاني السني اللي كان بيدي محاضرات من شوية ده بعد لما حسن مشي من شركته وعمل له بلوك في باقي الشركات أكس عليه بحيث ان مفيش اي شركة تشغله. لا كل ما يقدم في شغل يترفض لانه اداله تقييم سيء عن شغله. للأسف في المجال ده اي حد بيحكم على الشخص من خلال الاماكن اللي كان فيها قبل كده والسي في بتاعه. عشان كده حسن معرفش يلاقي اي شغل غير محل الموبايلات، لان المجال ده لسه ما وصلهوش موضوع البلوكات ده. وبيظهر ان فيه بيشتكي لاخته وصعبان عليها بتطلب منه مصاريف مدرسة العيال، شيزوفرينيا يعني على الاخر. وبنلاحظ ان جوز اخته اللي اسمه خالد ده بروطة وعايش عايلة على حسن وعمال يعمل مشاريع فاشلة، مرة يعمل بسكويت ويبيعه ومرة يعمل كوكيز، وطبعا حاجات بايظة ومحدش بيشتريها وبيفضل ياكلها هو لحد ما بقى عامل زي الفيل. وبعدها بنشوف ندى وهي قاعدة مع هاني السني، واضح انها شغالة معاه وبتترجى انها تسيب الشغل لانها مش قادرة على الحاجة اللي هو طالبها منه. وبيتعصب عليها وبيهددها وواضح انها خايفة منه او ماسك عليها حاجة، وبيقول لها حسن لازم يبقى معانا. وبعدها بنشوف عصام صاحب حسن بيزوره في البيت وبيشوفه وهو بيعمل حاجات كتيرة غريبة على الجهاز، وبيقول له انت بتعمل ايه، بتهكر؟ حسن بيقول له لا ده اسمه تداول، وبيحاول يشرح له لكن عصام مخه مقفول خالص وهو ما يعرفش عن الحاجات دي غير اسمها بس. وساعتها حسن بيبسط له